إذا الآن في عصر التقانة تعددت الوسائل كثيرا، ولكن ما زال الشاعر حاضرا رغم الفضائيات ورغم الانترنت ورغم كل هذه المعطيات التي تستهلك وقتك، لكن ما زال الشاعر حاضرا بقوة. بمعنى الآن أي حالة، أي كلام نثري يقال في أي حالة ويقال كلام شعري، الكلام الشعري يتصدر. طيب جمهور الشعر بخير؟ هو متفاوت ما بين بلد وآخر. وعلى فكرة المنظمات الحكومية الثقافية هي المسؤولة عن ذلك. لم أعد أتصور يا أستاذ وسام أن حتى الثقافة، حتى الإبداع تسيطر عليه الدولة. يا أخي لماذا؟ هذا إبداع، هذا انفلات، هذا شغب. دعوا الناس وشأنهم. قصيدة لن تقوض ملكك، وإذا قوضت رئاستك أو سلطانك قصيدة يا أخي فأنت لست جديرا بهذا السلطان. نعم. يعني القضية ما قبل الأخيرة، وبإيجاز لضيق الوقت وتسارع اللحظات، الشعر مهنة أم هواية أم هوية؟ بإيجاز لو سمحت. هواية للبعض، لكن الشاعر الهاوي لا يمكن أن يكون محترفا ولن يكون في مصاف الشعراء، سيبقى هاويا. نعم. مسألة أنه هوية، نعم هو هوية بالتأكيد، وهو انتماء، لكن ليس بمعنى هوية سياسية أو هوية قومية، هو هوية إنسانية. نعم. هوية إنسانية بامتياز. أما أنه مهنة في مجال بسيط فقط، عندما يتعلق الموضوع بمشروعية الكسب المادي الشريف والنظيف من الأدب، الشريف والنظيف من الأدب. ختاما الفقرة، برامج الشعر، وأنت أحد المشاركين في هذه البرامج، منها برنامج أمير الشعراء، وكنت من المرشحين الأوائل لنيل اللقب. هل تعتبرها أنها مفرزة حقيقية للمواهب الشعرية؟ لها ما لها وعليها ما عليها. لا يوجد مسابقة بريئة تماما على الإطلاق على مستوى العالم، لا يوجد مسابقة بريئة، ولكن ما تخرج به للإنصاف، ما تخرج به حصيلة ما تخرج به هذه المسابقات هو جيد بكل الأحوال. لكن ربما لو وجدت لجان أخرى لكان هناك آراء أخرى. لكن مثلا الثلاثة أو الخمسة الذين يفوزون في أي مسابقة هم جيدون بالتأكيد. نعم. جيدون بالتأكيد، ليسوا سيئين، وهذا يكفي هذه المسابقات. أتمنى لها أن تكون أكثر براءة، أكثر شفافية، لكنها جيدة، وأنا أؤكد على أهمية حضورها. الظلم واقع فيها، لأن بالأخير وقع علي وعلى غيري. نعم. ولكن أنا أبرره على ليس تبريرا لهم، ولكن هم بشر وليسوا آلهة. نعم. هم بشر. بعد الفاصل وبعد ما سمعنا لكل الكلام يبقى الكلام الأخير لكلام السيف، فنرجو أن أجارنا الله تجيبنا، ولكن بعد الفاصل الأخير. ونأتي إلى الفقرة الأخيرة، الفقرة الحاسمة، الفقرة التي تقول وتتحدث بلسان الآخر عما يمكن أن يقال ضد التيار أو ضد الضيف. أستاذ ياسر، يعني باختصار دقيقتان ونصف معنا لتجيب على هذين القولين لكلام السيف. هناك من يقول أو من يتهم الشاعر ياسر الأطرش بأن كثيرا من قصائده ليست له. سماع جديدة والله. صديقي، لو أخذنا هذه القصيدة نعم. وجرب مغفلة من الاسم وأعطيناها لشاعر في موريتانيا، نعم، وقل له لمن هذه القصيدة، إذا لم يقل لك لياسر الأطرش فراجعني. منذ يومين كنت على القصباء، فجاء شاعر موريتاني فأراد الصديق الذي معه أن يعرفه بي، فقال له رجاء هذا سنحب ما دمنا نعيش ونعيش ما دمنا نحب. نعم. يعني عرفك طب ماذا يريد من يقول هذا الكلام أو من يتهم؟ فيما
أعتقد ومن خلال ربما بحثك أنا لا أكترث كثيرا، هو شخص واحد. طبعا لن أقول اسمه احتراما له. شخص واحد كتب 3 مقالات ونشرها على حوالي 20 أو 30 موقع للإنترنت. لا أعرف ما غايته، ولكن هو شعر يعني شخص واحد من أصل 30 أو 40 مليون الذين أفخر بأنهم محبي ياسر. نعم. السؤال القول الأخير في هذه الفقرة وفي كلام الأقلام الليلة، أيضا اتهام لياسر الأطرش. هناك من يتهم ياسر الأطرش بالازدواجية في انتمائه السياسي، هناك من يعتبرك ازدواجي. أنا لست منتميا ببساطة. نعم. سياسيا أنا لست منتميا، أنا إنسان مدني. نعم. مستقل، حر، معارض دائم. نعم. لكن مستقل. أرفض الانضواء تحت أي مسمى حزبي أو سياسي. أنا لا أنحاز إلا للشعب. قلت لك القصيدة ثورة المعري الجديد. نعم. هذه يعني خير إيجابي على هذا. كتبت في العام 2005 وأعتقد أنها كانت إجابة. ومن يقول بأن ياسر 7 مجموعات شعرية بين أيدي الناس، 7 مجموعات شعرية بين أيدي الناس موجودة، هي نتاجي. مئات التسجيلات موجودة، آلاف الأمسيات في شتى أنحاء الوطن العربي موجودة. بعضهم من سمى ياسر الأطرش شاعر الحرية وشاعر الثورة، لكن هذه قناة صانعو القرار. يعني خير ناطقة بما يمكن أن يكون. من كان لديه أي تسجيل، أقولها عبر صانعو القرار، من كان لديه أي تسجيل، أي وثيقة تثبت بيتا واحدا لياسر الأطرش في مدح حاكم أو سلطة أو نظام فليأتي بها، وسأضع نفسي على المقصلة باستثناء قصيدة واحدة أعتز وأفتخر بها وأبوح بها على الملأ. هي القصيدة التي كتبتها في رثاء الشيخ زايد قبل أن آتي إلى الإمارات إطلاقا. رحمه الله. رحمه الله. نعم. أنا بدي أشكرك في ختام هذه الحلقة من كلام الأقلام الشاعر الفذ والمميز والمبدع ياسر الأطرش. حللت أهلا ووطأت سهلا. بارك الله فيك يا سيدي. شكرا لك، شكرا لصانعو القرار، شكرا لفريق العمل الرائع. صديقي وسام، برنامج كهذا لا يليق به إلا مقدم كهذا. أشكرك شكرا جزيلا. سمحت لي بالتعبير عن الكثير من مكنونات نفسي ومما أريد قوله شعريا، ولعل أكثر ما أعاني منه، وليعذرني البعض، يعني هو غباء المحاور في كثير من الأحيان، والذي متى ولدت ومتى شو عندك أولاد وما بعرف شو القصة. يعني أشكرك، كنت عميقا وكنت رائعا. تحياتي لك، أمنياتي لبلدي بالحرية والكرامة والسلام، أمنياتي لكل الوطن العربي ولكل الناس في شتى أصقاع الأرض بالحرية والوئام والمحبة. وبالمحبة وحدها نستطيع أن نرقى إلى حياة أفضل، وبالمحبة وحدها نستحق الحياة. شكرا. هذا هو ضيف كلام الأقلام الليلة الشاعر السوري العربي ياسر الأطرش. الأسبوع المقبل حلقة جديدة وضيف جديد في كلام الأقلام. كل التحيات وإلى اللقاء. شكرا صديقي، شكرا جزيلا، شكرا جزيلا.